حاجه يا ولد، انا ذاتي لسه في ليعه وصغيره وفي ليعه صغيره شنو يا بنت؟ عمري 35 يا بنت، عمري 35 سنه. الله انت من ابوي ده علسك يا ولد، ابوي ده معلسك انت يا ولد. شوفي يا ولد انت تخلي بدي شوف لا. السلام عليكم. الفيديو اللي انت شفتوه ده من مسلسل زوجان ولكن عمل ردة فعل كبيرة شديد في السوشيال ميديا في السودان، والسبب هو البنت الممثلة دور نفيسة ظهر جزء من جسمها الحساس في المشهد. فهي بالتأكيد ما قاصدة، لكن الناس انتقدوها كثير جدا، انتقدوها في الصفحات وفي الجروبات، لأنه من المفترض تكون عاملة حسابها وعاملة احتياطاتها، لأنه التمثيل ده من المفترض الزول يكون مجهز نفسه ومراجع نفسه وبيجي بيشوف لو في حاجة غلط وينتبه لأي حاجة كبيرة أو صغيرة. معلش لو كان الحاجة دي في ونسة عادية نقول معلش، لكن معروف ده تمثيل. الزول قبل ما يمثل بيكون مجهز نفسه وحسب المشهد بيعمل احتياطاته. هي من المفترض تكون لابسة لها حاجة بجوا عشان جزء من جسمها ما يظهر. الحاجة دي بعد ما حصلت الناس والله انتقدوها كثير وهاجموها، وفي ناس اعتبروا الحاجة دي استهتار والحاجة دي مقصودة، لكن هي طلعت في صفحتها وكلمت واعتذرت وقالت هي ما قاصدة، وقالت يا ريت الناس يحسبوا الحلقة دي. لكن برضو الحاجة دي ما خلت الناس يقفوا على كده، والناس انتقدوها ووجهوا لها انتقادات، لأن اعتبروها يعني ما ممكن انت زولة دايرة تمثلي بتكون عاملة حساب، ما ممكن خطأ زي ده يحصل في مشهد، بعدين المشهد ده ينتشر والناس كلها شافوه. وبرضو الناس انتقدوا المخرج، ليه؟ لأن المخرج ده من المفترض هو يكون برضو شايف اللقطة دي، يا يحذفها أو يحاول يعيد المشهد، لكن لا حذفها لا عادوا المشهد، بل اكتفوا على كده وعرضوا المشهد. فالاثنين بيستحقوا الانتقاد، لكن الانتقاد الكبير بيقع على البنت الممثلة دور نفيسة، لأنه في النهاية الحاجة دي بتتحسب لها هي شخصيا. حاليا كده البنت حتى لو قاعدة في البيت براو بدون تمثيل أو أي حاجة بتكون لابسة لها حاجة بجوا، ليه؟ عشان ما تحصل أخطاء أو تحصل حاجة تجيب لها شنو كلامه كده. فمفترض يعني انت الليله دول دايره تمثلي وعارفه عندك تمثيل، وبالاخص حسب السيناريو، يعني الحلقه دي انت بتكوني قاعده كده والكاميرا قدامك، يعني المفترض تحطي احتياطاتك، حتى لو ما تمثيل مفترض ساي كده لو قاعده تكوني لابسه لك حاجه بجوا حامياك وساتراك، وتكون عامله حسابك من اي حاجه لو وقعتي او انزلتي. الزول قبل التمثيل عنده فرصه يراجع نفسه ويراقب نفسه يشوف الحاضر شنو، حتى بعد ذاك بيجي يمثل. يعني الحاجة دي والله حاجة يعني مؤسفة جدا جدا، فبتمنى انها ما تقع تاني. والحاجة الجميلة انها هي طلعت واعتذرت للناس في السوشيال ميديا وقالت يا ريت يحسبوا الحلقة دي، لانها هي ما قاصدة وهي تابت من الحاجة دي.